مساء الخير. في الفيديو تاع اليوم حبيت نشارك معكم هذه الشخشوخة تاع الشرق الجزائري، وحنا في الصيف يعني بزاف نموتوا عليها شخشوخة الظفر اللي تجي بنينة. وهذه الوصفة يعني تاع امي، يعني الناس كامل تحبها بين يديها، طريقة سهلة وثم توجد، يعني سورتو اذا كنتي موجده الشخشوخة من قبل يعني وكنتي قاصتها، فلاصوص تاعها مش راح تديلك وقت مرة. اول حاجة نبداو بالدجاج تاعنا. هنا اذا راح تستخدمي الدجاج من الاحسن انه تشوطيه بزاف فوق النار، يعني حتى تقعد فيه الكحوله هذيك مالغري تغسليه مره وزوج تقعد فيه لانه يتحرك صح. هذا الحريق راح يمد بنا بزاف هايله. وعندي حبه بصله كبيره مرحيه. اما بالنسبه للتوابل فراح نستخدموا الكزبر والفلفل الحمار والكحل. انا درت نصف ملعقه كبيره من كل حاجه غير الفلفل الاكحل شويه هو والملح اكيد. وعندنا طماطم مغرفه كبيره تاع طماطم معجون. وبالنسبه للفلفل الحار هنا هو اختياري لكن يمد نكهه بزاف بنينه، يعني من الاحسن انه ديروه ولو شويه لانه هي يعني بنتها في انه تكون شويه حاره. اما هنا بالنسبه للطريقه انه اول حاجه تلوحوا الدجاج تاعكم برك وحده مع الزيت، تخليوه يجمر مده تاع دقيقتين 3 دقائق يدي لون هكذا. وباش تلوحوا البصله تاعكم كنت انا رحيتها بشويه ما، ويعني تضيفوا توابل تاعكم عادي. انا هنا حبيت نزيد شويه فلفل حمار لانه هذا حسيت اللون تاعو ماهوش احمر بزاف كيما اللي مولفين نشريوه. يعني هنا الكميه تاع التوابل نتوما تتحكموا فيها حسب الكميه راحين ديروا، يعني العدد الاشخاص زوج ولا مجموعه كبيره. وهنا اهم نقطه يعني والسر تاعها انه تخليو الدجاج تاعكم يتقلى مده طويله، يعني حتى مده تاع ربع ساعه ولا 20 دقيقة عفوا، حتى تحسوا الدجاج تاعكم انه بدا يدخلوا الطياب. هذه هي اهم حاجة برك. وثاني اهم حاجة انه ما تكثروش التوابل فيها بزاف، ديروا كزبر فلفل كحل وفلفل احمر برك باش تبان يعني النكهة تاعها هكذا تجي مميزة. يعني تقدروا ديروا التوابل واحد اخرين لكن من الاحسن انه تعتمدوا الطريقه هذه. بعد ما تخلي الدجاج تاعك يعني يدي وقته في التقليه، تلوحي الماء تاعك ومن الاحسن انه يكون سخون. وهنا يعني شوفوها بعد ما طابت وبدات تخثير هكذا، ومن الاحسن انه تخليوها يعني تكون خاثره شويه، ماشي جاريه وماشي في نفس الوقت خاثره بزاف كيما المرقه تاع البربوشه ولا تجي في الوسط. بالنسبة للخضرة فاحنا هنا في الصيف نديرو غير الحمص وتوما، يعني اختياري اذا كاين نوع تاع خضرة حابين نديروه فيه ممكن نديرو لفت ديرو اي حاجة، يعني هذا حاجة اختيارية. لكن الوصفة الاصلية انه هكذا تكون المرقة تاعها بالحمص برك. اما هنا حبيت نعطيكم الشخشوخة تاعي راح نشاركها معاكم في فيديو واحد اخر وراح نعطيها لكم بالتفصيل. شوفوا هنا كيفاه قصيتها بالمقص يعني وتجي هايلة بزاف. اما الطريقه تاع الاعداد تاعها فهي كما الطريقه تاع البربوشه عادي جدا، تفوريها 2 مرات. انا كنت غسلت الشخشوخه تاعي مليح. اذا كانت مخدومه في الدار وكنتم متاكدين منها يعني انه ماهيش راح تتعجن ولا ماهيش كيما تاع برا، هنا غسلتها يعني 2 مرات هكذا، يعني غسلتها من كلش لانه نخليوها تيبس ممكن غبره ولا حاجه تحكم فيها. ومن بعد نحطها يعني هنا تنشف شويه وندير لها 2 ملاعق تاع زيت عادي ولا زيت الزيتون، اي حاجه نتوما تفضلوها، ونخليها تنشف مليح من الماء تاعها. ومن بعد نديرها التفويره الاولى. يعني هنا تلاحظوا انه نفس الطريقه تاع تفوار تاع البربوشه، وشنهي الشخشوخه راح تحكم منا شويه وقت. وهنا بعد ما فارت المرة الأولى يعني كي نحيها نرش لها الماء هكذا ونرش لها شوية زيادة لأنه تكون يابسة بزاف باش تطرى وما تشربناش لاصوص من بعدها. هذا هو السر ثاني انه يعني لاصوص تاعك مش لازم تكثري ولا باش تجي بنينة، لأنه لاصوص إذا كثرتي وخليتيها مايها ماهيش راح تجي بنينة خلاص. بالنسبة للعجينة تاع الشخشوخة راح ندير لكم فيديو مفصل يعني عليها بكل التفاصيل وبكل الأسرار. لكن بصفة عامة انه هنا العجينة تاعها يعني نديروها غير من الدقيق والملح، ما نديروش الزيت ولا اي حاجة. وكي نحلوها رقيقة بزاف، وتقدري تقصيها بالمقص كيما انا نحب نقصها بالمقص يعني لانه يسهل وما يديش الوقت. وتقدري ديريها بالطريقة التقليدية بالظفر عادي. اما هنا في الطريقه تاع التجمار يعني بعد ما فارت الشخشوخه تاعي ولا صوص، شوفوا كيفاه طابت واللون تاعها هايل بزاف. تسربيو يعني الشخشوخه تاعكم وتضيفوا لاصوص وتخليوه هكذا يتجمروا يعني على نار شويه قويه، يعني ماشي قليله مره باش ما تطولش وهي هكذا في لاصوص لانه هكذاك راح تتعجن. مالغري يعني اللي راح تستخدم في الدار وذاك راح تكون النتيجه تاعها هايله بزاف.
ملاحظة برك كي تلوحوها تتجمر، يعني من الأحسن إنه ما تحركوهاش بزاف، تحركوها شوية هكذا وتخليوها تتجمر على خاطرها، راح ما تديش وقت بزاف كيما قلت لكم، يعني النار تكون متوسطة إلى قوية شوية، ما تكونش قليلة بزاف. شوفوا هنا راح تتشرب لاصوص هذه كامل، وراح تجي فيها البنة تاع الدجاج ولا البنة تاع اللحم، خاصة اللحم يعني راح يمد لكم نتيجة بزاف هايلة. وتقدروا حتى ديروا الوصفة هذه في المناسبات تاعكم، ضاعفوا الكميات. صدقوني يعني الوصفة هذه تاع الشخشوخة هي أحسن شخشوخة أنا بالنسبة ليا، ومعروفين بها الشرق كامل، والنتيجة تاعها والطعم تاعها ولا أروع. نتمنى تجربوها، وإذا عجبكم الفيديو نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش نشارك معكم وصفات أكثر وأكثر. وحاجة تقليدية يعني في التقديم اللي حاب يديرها، انه احنا نقدموا معاها يعني البيض مشرشم هكذا، تقصيه طراف ولا ديري حبات وشوية حمص من الفوق، وهذه هي. تقدري تستغني على الخضرة، اما بالنسبة للناس اللي تحب الخضرة يعني تقدر تدير اي حاجة تحبها، لانه هنا يعني الدنيا اذواق.